لما انت بتيجي تبلع الاكل المفترض ان الاكل بينزل من البلعوم، ولكن بقى في فتحه تانية جنب فتحه البلعوم المفترض انها مخصصه للتنفس. ولما انت بتيجي تبلع الاكل بيكون في جزء مرن كده موجود في البلعوم بتاعك بيتقفل عشان يمنع ان الاكل يدخل. لكن لو انت بدات تاكل بسرعه جدا، القطعه المرن اللي عماله تقفل ديت مش هتلحق انها تقفل، وساعتها الاكل غصب عنك هيخش جوه الفتحه بتاعه التنفس، وهتلاقي نفسك شرقت وعمال بتطلع في الروح. فبالراحه شويه وانت بتاكل. عمرك سالت نفسك الصرف بتاع الحمامات الموجوده في القطر بيتخلصوا منه فين؟ انا مش عايز اصدمك، بس انت لما بتعمل حمام في حمام القطر انت بالظبط كانك بتعمله في الشارع، وده لان الحمام حرفيا بيصرف على السكه بتاعه القطر على طول، لدرجه ان انت حتى لو بصيت في الحمام من تحت هتشوف الارضيه بتاعه القضبان والقطر ماشي. تخيل لو انت اشتريت برجر ولقيت موجود جواه صرصار، يا ترى هتاكله ولا لا؟ خليني اصدمك واقول لك ان هيئه العقير والادويه بتسمح بوجود ملوثات في الاكل بس بنسبه معينه، طالما انت اقل منها فانت تمام. فمثلا زبده الفول السوداني بيسمح بوجود ما يقارب 130 قطعه من الحشرات فيها، والاسباجيتي مسموح بحوالي 600 قطعه او جزيء يعني من الحشرات او 9 شعرات فئران. لما انت بتحلق اي شعر بالشفره هتلاحظ ان الشعر دوت بيطلع بعدها بسرعه جدا، عشان كده في ناس تقول لك بلاش تمشي الموس على وشك. لكن بقى ليه لو الشعر اتعمل بالليزر بياخد وقت اطول عقبال ما يطلع، وممكن ما يطلعش خالص. الشفره زي ما قلت لك بتشيل الجزء العلوي من الشعره، لكن بقى الليزر بيستهدف الجذور بتاعه الشعرايه وبيعمل لها شبه اباده، فبالتالي الشعرايه ما تقدرش انها تطلع تاني او تجدد نفسها. هل كنت تعرف ان اللسان مش هو اقوى عضله في الجسم زي ما قالوا لك؟ اصلا اللسان مش عضله واحده، ولكنه مجموعه مكونه من 8 عضلات. لكن بقى فكر كده ايه اقوى عضله ممكن تكون موجوده في الجسم؟ وقف الفيديو هنا وانزل اكتب لي اجابتك وشوف لو كانت صح. اقوى عضله في الجسم هي عضله الفك، وده لان قوه العضه بتاعتها ممكن توصل ل 90 كيلو جرام. لو انت بلعت بذره بطيخه، البذره دي ممكن تبدا تكبر جواك وبعدين تتحول لبطيخه كبيره جوه معدتك. لكن الكلام دوت مش هيحصل لان الاحماض بتاعه المعده هتسيح البذره قبل ما تبدا انها تنمو حتى. ولكن حصلت في مره ان في راجل بلع بذره وبالغلط بدل ما تنزل جوه بطنه نزلت جوه الرئه. بعدها بدا يحس بمشاكل في التنفس عنده، ولما راح المستشفى اكتشف ان بسبب ان الرئه دافيه ورطبه شويه البذره ابتدت انها تنمو جواها.